بيبدأ فيلمنا في غابات السافانا مع قبيلة من القرود، وكان باين عليهم إنهم فرحانين وبيرقصوا علشان يحتفلوا بإن الملكة زوجة سيمون ملك القبيلة أنجبت مولود جديد واللي هيكون أمير القبيلة وولي العهد. وكان الملك واقف وسط القبيلة فرحان جدا بسبب احتفالهم بيه، وكان مستني الدكتور فلاديمير ينادي عليه علشان يشوف ابنه. ولما وصل الدكتور فلاديمير قال له إن في مشكلة صغيرة ولازم يشوفها بنفسه. اتفاجئ الملك لما دخل عند زوجته ولقى إنها أنجبت توأم مش قرد واحد، لكن القرد اللي اتولد في الأول واللي المفروض يكون ولي العهد كان ضعيف جدا وجسمه صغير ومش شبه القرود في القبيلة، عكس القرد التاني اللي كان جسمه قوي زي باقي القبيلة. دخلت عليهم ساحرة القبيلة ونصحت الملك إنه يتخلص من القرد الضعيف لأنه مش شبههم ومش هيفيدهم في حاجة، وكمان مش هيقدر يكون ولي العهد. اتردد الملك انه يعمل كده، لكن الساحرة أثرت عليه، وقبل الملكة ما تستيقظ أمر فلاديمير انه يتخلص من القرد الضعيف في أسرع وقت. استيقظت الملكة وكانت مريضة جدا، سألت عن ولادها وقالت لسيمون انه ياخد باله منهم ويراعيهم، وبعدها على طول ماتت الملكة. أخذ سيمون القرد القوي وقدمه للقبيلة وقال لهم انه ولي العهد الجديد واسمه فانيا. فرحت القرود كلها ورحبوا بيه. في نفس الوقت أخذ فلاديمير الطفل الضعيف وراح بيه عند الذئاب علشان يتخلص منه زي ما أمره الملك. ولما جه يرمي القرد مسك في ايده ومرضاش يسيبه. اتأثر فلاديمير بالموقف وقرر انه يحتفظ بيه، واعتبر ان دي إشارة بان القرد ده لازم يكمل حياته، لكن بعدها رجع في كلامه لأن ولاؤه الأول والأخير للملك. حاول انه يرمي القرد مرة تانية، وقع القرد وكان على وشك انه ياكل الذئب. سبب له إصابة في إيده، لكن لحسن الحظ رجله اتعلقت في أغصان الأشجار وقدر ينقذ نفسه. فضل متعلق في غصن الشجرة لحد ما جه قرد اسمه إيان وأنقذه. حاول إيان إنه يوقفه على إيده ورجله علشان يعرف يمشي. القرد كانت إيده مصابة وكمان كان ضعيف ومش عارف يمشي. طلع القرد الصغير على ظهر إيان وراح معاه، وكان إيان مبسوط بيه جدا ومتعاطف معاه. خده معاه وسماه إدوارد. عاش إدوارد مع إيان لحد ما كبر في السن، وكانوا منسجمين مع بعض. في يوم من الأيام كانوا بيتخانقوا مع بعض بسبب التين اللي خبوه عن بعض. شاف إدوارد فار معاه التين وكان بيهرب بيه، جرى ورا الفار، لكن إصابة دراعه اللي سببها له الذئب وهو صغير كانت بتخلي حركته بطيئة دايما، معرفش يلحق الفار على الأشجار ووقع. بدأ إدوارد يفكر في خطة يقدر يقبض بيها على الفار من غير ما يتحرك. وصل لفكرة وهو إنه يصنع مصيدة بخشب شجر الصمغ اللي موجود حواليه. وقبل ما يبدأ في تنفيذ الفكرة سمع جرس بداية لعب الكرة بين قبيلة القرود. كان عاوز يروح يتفرج عليهم، لكن إيان رفض إنه يروح علشان القرود بتتنمر عليه. قال له إدوارد إنه يديهم فرصة تانية، وراحوا علشان يتفرجوا على المباراة. كان فانيا هو الفايز، لعب بمهارة ورمى الكرة في الجمجمة المتعلقة. وصلت الكرة بالقرب من إيان وكان عاوز يمسكها، لكن إدوارد منعه إنه يعمل كده. لكن إيان ما سمعش كلامه، وبسبب كده وقع هو وإدوارد على القرود اللي كانت بتلعب، ووقعت الكرة في حفرة. استغربت القرود منهم، لكن إدوارد استخدم ذكائه، جاب عصاية من شجر الصمغ ولزقها بالكرة وطلعها من الحفرة. فرحت القرود لأنه قدر إن يرجع لهم الكرة بتاعتهم. وصل فانيا علشان ياخد الكرة ويرميها علشان يكملوا لعب، لكن الكرة لزقت في ايده ومعرفش يفكها. حاولت القرود كلها انها تساعده. كان الملك سيمون قاعد مع فلاديمير والساحرة علشان يشوفوا المباراة. وقعت الكرة على راس الملك. حاول فلاديمير انه يفكها من راسه، لكن الكرة لزقت في شعر الملك وجزء كبير من الشعر طلع من راسه. لما شافت الساحرة ادوارد لقت ان رجليه شكلها مميز، وعرفت انه ابن الملك سيمون اللي حاولوا يتخلصوا منه وهو صغير. راحت الساحرة عند فلاديمير وسألته ليه ما تخلصتش منه زي ما اتفقت مع الملك. حاول فلاديمير انه يكذب عليها وقال لها انه تخلص منه، لكن الساحرة امرته انه يشوف حل في الكارثة دي. كان فانيا بيتصنت عليهم وسمع كلامهم، عرف بان ليه اخ اكبر منه وممكن ياخد منه الحكم. اتضايق جدا وبدأ يفكر في طريقة علشان يتخلص منه وما يخسرش الحكم. تاني يوم شاف ادوارد إيان وهو بيتكلم مع الطيور عن مكان اسمه الجبل الابيض، وان المكان ده مليان بالشجر والبحيرات وفيه اكل كتير. قال له ادوارد بان المكان ده مش حقيقي ومش موجود، لكن إيان اكد له بانه موجود وان الطيور قالت له عليه. فجأة وصل مارسل وسيرجيه، ودول 2 من قرود القبيلة. قال لهم ان الملك عاوز يشوف ادوارد. راح ادوارد ووقف قدام الملك. اتهموا الملك بانه ساحر، لكن ادوارد قال له ان عمره ما عمل في حياته اي نوع من انواع السحر، وكل اللي بيعمله مجرد حيل بتعتمد على الذكاء. وحاول ان يثبت له كلامه. مسك مجموعة من ورق الشجر وصنع تاج للملك. كان الملك والقرود مبهورين بيه. جاب فرع من الشجر الكبير وحط فيه مية علشان يعمل حاجة شبيهة بالمراية علشان الملك يشوف نفسه فيها. وصنع للملك كرسي من ورق الشجر قعد عليه الملك، وكانت الساحرة بتراقب كل اللي بيحصل. اتعصبت جدا وارسلت سرب حشرات علشان يهاجمهم. وقع الملك سيمون من على الكرسي بتاعه فوق الهضبة، لكنه مسك في غصن شجرة قبل ما يوصل للأرض وقدر يطلع مرة تانية. قالت لهم الساحرة ان ادوارد هو السبب في اللي حصل في الملك، واستخدم السحر علشان يسلط عليه الحشرات. استغل فانيا الموقف ومسك ادوارد ورماه من فوق الهضبة. خاف عليه إيان وحاول ينقذه، نزل على فرع شجرة. وفي نفس الوقت بدأ الملك سيمون يصرخ في وش فانيا بسبب اللي عمله مع ادوارد. ما تأذاش ادوارد من الوقعة، ولما فاق لقى إيان على فرع شجرة. حاول يمدله ايده علشان يساعده،
لكن ما قدرش يوصل له، سابه متعلق ومشي للغابة. لقى نعامة قدامه وفي بقها بعض الفاكهة، حاول ياخدها منها واتفاجئ انه يقدر يقف على رجليه. جرى ادوارد بشكل عكسي بالقرب من النعام وكان مبسوط جدا لانه بيقدر يتحرك ويجري بسرعة. لكن قطيع وحيد القرن اتحركوا بسرعة كبيرة وكانوا هيدوسوا على ادوارد. شاف الملك اللي بيحصل وقدر انه ينقذ ادوارد ووقف قدام وحيد القرن، استخدم كل قوته علشان يبعدهم عن ادوارد. وصل واحد من القطيع ورمى نفسه على ادوارد، لكن الملك قدر يوصل له وينقذه. ولما فاق اطمن ادوارد على الملك اللي انقذ حياته. طلب منه الملك انه يسامحه لانه تخلى عنه وهو صغير، وقال لادوارد انه ابنه ومات بعدها. اخذ فانيا جثة ابوه الملك للغابة. ساب ادوارد اللي كان مصدوم من اللي سمعه، بدأ يفكر في كلام الملك وما قدرش يخرجه من دماغه. استعدت قبيلة القرود لتوديع الملك وتوجوا ابنه فانيا مكانه. قرر فانيا انه يطرد فلاديمير عقابا ليه لانه ما عرفش يتخلص من اخوه زي ما امره الملك في السابق. اخذ ابن عمه سيرجي مكانه، قدم له سيرجي فروض الطاعه وجاب له بعض القرود علشان يختار منهم اللي هيتجوزها، لان من الضروري ان يكون في ملكه. قال لهم فانيا انه هيختار عروسته لما ينتهي من مراسم التتويج. بدات القرود تهرب بسبب البرق. وصل ايان وادوارد واخذوا جثه الملك ودفنوه. ضرب البرق شجره في الغابه. استغرب ادوارد من النار، مسك عصايه وراح يقف قدامها. لقى انه يقدر يتعامل معاها بشكل كويس. نزلت الامطار وطفت النار. كان في اعصار في الغابه. فلاديمير ما لقاش حته يستخبى فيها بعد ما طردته الساحره، علشان كده سحبته العاصفه. حاول ادوارد انه يهرب من العاصفه لكن الاعصار اخده. ولما كان داخل العاصفه شاف حيوانات كتير كانت بتحاول تنقذ نفسها. لفت انتباهه قرد حزين اخدها الاعصار بعيد عن اهلها. حاول يساعدها لكن دوامه الاعصار رمته بعيد. رمى الاعصار القرده هي كمان. مسك ادوارد ايديها علشان ينقذها لكن الاعصار كان قوي جدا وسحبهم مره تانية. ربط ادوارد نفسه بحبل في الشجره. قدر انه يسحب نفسه ومعاه القرده، لكن مع الاسف انقطع الحبل ووقعوا في حفره. قدر ادوارد انه يطلع منها بسهوله بسبب رجليه، وكان ماسك القرده بايد واحده. انتهت العاصفه وفي تاني يوم فاقت القرده وضربت ادوارد على وشه وما عرفتش انه انقذ حياتها. لما شافت المكان من حواليها بدات تبكي لانها عرفت ان شجره عيلتها اتدمرت. هربت وسابت المكان. راح ادوارد وراها وبسبب ده عدى جنب وحيد القرن ومن الوادي لحد ما وصل لها في الاخر وبدا يتكلم معاها. عرفته بنفسها وقالت له ان اسمها لوسي. استغربت لانه كان بيمشي على رجليه بس. طلبت منه انه يعلمها علشان تبقى زيه. قعدوا مع بعض على هضبه كبيره وبداوا يتفرجوا على غروب الشمس. شاور لها ادوارد على الشجره وقال لها ان عيلته بتعيش هناك. طلب منها انها تروح معاه علشان تتعرف عليهم. وافقت لوسي وفي طريقهم للشجره لقوا الحمم البركانيه. استخدم ادوارد ذكائه وجاب عصا وولعها بالنار علشان ينور بيها الطريق. ولما وصل للشجره استغربت القرود انه بيقدر يستخدم النار. قال لهم ادوارد بان الغابه جميله ومفيش حاجه علشان يخافوا منها. ظهر اخوه فانيا وامره انه يرمي شعله النار من ايده. حب ادوارد انه يوريه انه بيقدر يستخدمها في حاجات كتير. جاب عصيان كتيره وولعها كلها لكن فقد السيطره عليها وحصل حريق كبير في المكان. خافت القرود جدا. استغلت الساحره الموقف وقالت ان كل المشاكل اللي بتحصل في القبيله سببها ادوارد. بسبب كده طردته القرود هو ولوسي. كان ادوارد حزين جدا وراح لبيت الذئاب ومعاه النار. خوف بيها الذئاب ومشيت وسابت له المكان. عاش ادوارد هناك هو ولوسي وبدات تعلمه ازاي يصطاد الحيوانات ويوقع الفاكهه من على الشجر باستخدام الحجاره. اكتشفوا انهم يقدروا يولعوا نار باستخدام الحجاره ويطبخوا بيها الاكل. اتعلموا ازاي يتعاملوا مع الذئاب علشان ما تهجمش عليهم. في يوم من الايام وهم كانوا بيطبخوا شمت القرود ريحه الاكل وعجبتهم جدا، لكن الساحره منعتهم انهم يسيبوا الشجره. بدات القرود تصور عليها وسابوا الشجره ما عدا القرده روبي اللي فضلت مع فانيا. اتجهت باقي القرود لمكان ادوارد. لما شافتهم لوسي اتعصبت عليهم وكانت عاوزاهم يسيبوا المكان، لكنهم اتكلموا مع ادوارد وقالوا له انهم عيلته ومن شجره واحده والمفروض يستقبلهم بطريقه كويسه. وافق ادوارد وقال لهم انه هياكلهم المره دي بس والصبح لازم يمشوا، وقدر انه يقنع لوسي بكده. قضوا الليله كلهم وكانوا مبسوطين جدا. كان فانيا بيراقب من بعيد وكان متضايق ان عيلته وقبيلته سابوه لوحده. قررت الساحره انها تنتقم من ادوارد وقررت باقي القبيله انها تعيش معاه. بعد اسابيع اتجوز ادوارد هو ولوسي وكانوا في انتظار مولود جديد. ساعدوا القرود ادوارد وبنوا مدينه جديده. بعد ما اتعلم كل القرود انهم يمشوا على رجليهم بس، اتعلموا ازاي يجيبوا اكلهم وازاي يولعوا النار. وفي يوم من الايام لقى قرد من القبيله حجاره بتسيب لون على الصخور. قال لادوارد انهم يقدروا يستخدموها علشان يرسموا رسومات على الصخور. وهما بيتكلموا ارسلت لهم الساحره مجموعه جراد كبيره اكلت كل حاجه بنوها. قررت القرود انهم يهجموا على الساحره ومعاها فانيا. قالت لوسي لادوارد انه يروح علشان ينقذ اخوه وهي هتنقذ القرود المصابين. راح ادوارد مع صديقه الذئب علشان يتكلم مع اخوه فانيا ويحذره، لكن للاسف وصلت القرود للشجره اللي فيها فانيا وروبي. اقترح سيرجي على فانيا انه يعمل معاهم اتفاق بدل ما يطردوه هو وروبي من الشجره. هيسمحوا له انه يكون معاهم في الشجره لكن بشرط
إنه يسيب باقي القرود يعيشوا بأمان، لكن كان للقرود رأي تاني ورفضوا الاتفاق. كانوا غضبانين جدا وبدأوا يحطموا شجرة فانيا. حاول إدوارد إنه يمنعهم لكن ما قدرش. راحت القرود علشان تضرب فانيا. حاول إدوارد إنه يدافع عنه، لكن وقعت شعلة نار من اللي كانت مع القرود وحرقت الشجرة بالكامل. مسك إدوارد في جذع شجرة وقدر ينقذ روبي، وهو بينقذها وقع عليه فرع شجرة. قعد ينادي على القرود علشان يساعدوه، لكنهم خافوا من النار وهربوا كلهم لما لقوا الشجرة مولعة بالكامل وهتقع عليهم. ماتت الساحرة بسبب النار. اتدخل فانيا وأنقذ أخوه إدوارد في اللحظة الأخيرة. طلب منه إنه يسامحه على كل اللي عمله معاه. لما اتحرق المكان القرود ما كانوش عارفين هم هيروحوا فين، فقدوا الأمل كلهم وقالوا إنهم هيموتوا. بص إدوارد للطيور وافتكر كلام صديقه إيان عن الجبل الأبيض. قال للقرود إنهم مش هيموتوا وهيمشوا ورا الطيور علشان يروحوا في مكان يعيشوا فيه. بدأوا يمشوا ورا الطيور لعدة أيام لحد ما وصلوا للجبل الأبيض. كان مكان جميل جدا وإدوارد ما كانش مصدق إنه موجود. شاف إدوارد إن صديقه إيان موجود هناك، فرح جدا إنه شافه وعاشوا كلهم حياة سعيدة في الجبل الأبيض. لحد هنا الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.